يا مساء الفل، يا مساء كل حاجة حلوة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناة اسك انجل وذ مريم. النهاردة ان شاء الله معايا قراءة، وهتكون عن طاقة هذا الشخص ليك، طريقة افكاره يعني، ومشاعره ليك دلوقتي حالا. طبعا القراءة آه اي وقت تقدر تخش تتفرج على القراءة، لان انا بلاقي ناس بتسألني على توقيتات. لا، انا قراءاتي دلوقتي ما فيهاش توقيتات اطلاقا. طيب، يعني ايه فيهاش توقيتات؟ يعني اي وقت تقدر تتفرج على القراءة. ماشي، القراءة دي طبعا بأول حرف من اسم هذا الشخص. تمام، ماشي، يلا بينا كده. المجموعة الأولى والجعرانة الزرق، المجموعة التانية والحجر اللبني. أنا ما بقطعش في القراءة. يعني إيه؟ يعني عشان في ناس بتقولي اقطاع القراءة وقت الأذان، ولا لا، أنا ما بعملش كده. أنا ما بعملش كده، أنا بحضر الأذان. ماشي. و يعني بقالي شهر او اكتر دلوقتي ما بقطعش خالص اطلاقا في القرايه. القرايه بطاقتها بكل شيء، حتى بالاجواء الخارجيه، بكل شيء موجوده هنا. تمام، فاهلا وسهلا بيكم، واهلا وسهلا طبعا بالناس الجديده اللي بتسال و طيب يلا بينا كده. المجموعه الاولى، اول حرف اسم هذا الشخص شين جيم ميم ضاد خ ب قاف زين كاف ط ظ ث عين. المجموعة التانية، أول حرف من اسمه ر س غ ه لام ح د صاد ذال نون ف واو ألف ي ت. واحد اتنين. طيب النهاردة أنا هفتح على طاقتك أنت بس في الأول، ماشي، وطاقة هذا الشخص مع طبعا مشاعره ليك دلوقتي هتكون موجودة في القراءة. ماشي، المجموعة الأولى والجهرة الزرقاء أهي، يلا بينا. يلا بينا اولا كده، وعايزه ابص على طاقتك وافهم طاقتك. طبعا انت تعرف تكدي طاقتك ولا لا. الكوين اوف فند، اول كارت. اول كارت طاقه ليك الكوين اوف فند، وحساها سيرفيس. يعني ايه سيرفيس؟ يعني طاقه سيرفيس، يعني اللي في الوش يعني. طيب نوعا ما طاقه يعني فيها تمثيل شويه، اللي هو ماشي جاستس. كله كويس، كل حاجه كويسه. آه كله تمام، مفيش مشكله في حاجه. هكذا دي الطاقه اللي انا شايفاها معاك. بس لسه ما اتكلمناش طبعا على الجاستس. ثم البيج اوف كوين. البيج اوف كوين ما هواش كارت وحش، لكن هو كارت نوعا ما في سلبيه شويه. ليه؟ مش عارف. يعني اعتقد دي كبيره جدا، شايفين؟ طيب، اعتقد انك بتميل دلوقتي للسلبيه في التصرفات اتجاه هذا الشخص او هذه العلاقه كرد فعل. يعني كرد فعل ليك. انت ممكن ما تكون سلبي في اي حاجه دلوقتي في حياتك، بالعكس انت ممكن تكون بتقدم على حاجات كتيره جدا تعملها لنفسك ولغيرك حتى في حياتك في الطاقه ديت. لكن النيجاتيفيتي او السلبيه هنا مش منك انت اولا، لا، هي رد فعل على فعل. ده اللي انا شايفاه في البيج اوف كوين الحقيقه. على قد ما انت بالك مشغول نوعا ما بحاجات كتيره جدا، في حته كده صغيره عماله تقولك في دماغك العلاقه ممكن تبقى افضل مما هي عليه دلوقتي 1000 مرة. وده على فكره حتى لو علاقتكم كويسه، يعني حتى لو انتوا الاتنين مفيش اي مشاكل بينكم، دماغك شغاله في حته ممكن العلاقه توصل لمكان افضل واكبر من كده بكتير، ممكن تتطور عن كده بكتير. دي حته صغيره قوي كده هو في طريقه تفكيرك، لان باقي طريقه تفكيرك هي محاولات منك بانك تفكر لنفسك اكتر. يعني هي محاولات منك بانك تبتعد عن اسلوب التفكير الزوجي. يعني ايه الزوجي؟ يعني انا وهو، انت بتحاول على قد ما تقدر تفكر انا بس. ودوت اشعر بانه نوع من انواع خوف من انك تبقى عاوز تتحمل المسؤولية في العلاقة ويا هذا الشخص. فدوت يحسسك بانك لوحدك، او بان في برود او اتجاه الى الابتعاد منه. يعني دي مخاوف منك انت من جواك، بس ما هياش مخاوف عبيطة، لا، هي مخاوف مبنية على اساس ربما فعل معين او شيء معين من هذا الشخص هو اللي وجهك لطريقة التفكير ديت.
اخد لك كارتين كمان بما ان دي طاقتك انت وفي سبيس او في مكان، فخليني افهم برضو ايه. فور اوف كوين، ماسك في حاجه كده، ماشي، ما اعرفش بقى ماسك في ايه بالظبط، بس ماسك في حاجه حصلت مش عايز تنساها، مش عارف تتخطاها، حاجه حصلت بينك انت وهو. طيب هنا في ايه؟ في 7 اوف كابس، 6 اوف سورد، هنا في بعد الامبرس الكوين اوف سورد، في حاجات مش عارف انت تنساها. وخليني اقول لك الطريقه اللي انت مش عارف تنسى بيها هي حاجه وجعتك او جرحتك، فذكرتك بحاجه قديمه، بألم قديم او بوجع قديم. طيب طبيعي، احنا كبني ادم ده طبيعي يعني. بس حاسه عندك شويه اسئله برضو في دماغك، الاسئله دي عماله تتكرر كانها اسئله انت عاوز اجاباتها، بس انت عاوز اجاباتها من شخص واحد، فمش عارف تلاقيها من هذا الشخص. فبتعمل ايه؟ بتحاول انك تجتهد بنفسك عشان تلاقي الاجابات دي. والاسئله دي زي ايه مثلا؟ هل لسه بيحبني؟ هل حاسس باللي انا حاسس بيه؟ هل شاعر بانه عاوز يطور في العلاقه؟ ترى نيته ايه؟ اسئله هي طبيعيه جدا، بس طول ما انت مش لاقي ليها اجابه، طول ما انت ماسك هنا في حاجات حصلت في الماضي مضايقاك. هي كده، عارفين الحكايه كده بتبقى كده احيانا. ليه؟ لان البني ادم في الطاقه دي بيكون عاوز حاجه تطمنه، فلما ما بيلاقيهاش قدامه بيروح لحته التساؤلات والهيزيتيشن والتردد وهكذا يعني، والمخاوف. فاعتقد ان دوت ممكن يكون نوعا ما في بالك يعني. طب تعالوا بقى كده، هاخد لك كام كارت كده. اولا هاخد لك كارت من المرماليدي ونشوف ملاك عايزين يقولوا لك ايه في اول كارت ليك النهارده. كوميونيكيشن، حلو جدا. كوميونيكيشن، في كلام، في كلام بينك انت وحد، في حوار بينك انت وحد جاي، ماشي. وكأنها نوع من انواع الكوميونيكيشن او الحوار، او نوع من انواع الحوار اللي هو فيه حد مش عاوز يزودها او مش عاوز يعمل مشاكل. مش عارفه ليه حاساه كده، حاسه الحوار هيكون كده بينك انت وحد، ربما هو هذا الشخص. طيب تعالوا كده. اوكي، ايه ده؟ كارت هنا. طيب شو ملاك عايزين يقولوا لك ايه في تاني كارت ليك النهارده؟ بالانس، حلو قوي، حلو قوي الكارت، انا بحب الكارت ده جدا. fall in love or making serious commitment to someone, forgiveness and resolution of a problem, don't give up, your relationship can be healed. حلو قوي الكارت ده. الكارت ده بيقول لك ما تستسلمش. لو بتفكر في انك عاوز علاقتك بشخص معين او بحد معين تتشافى، فعلا علاقة ممكن تتشافى، مفيش حاجة مستحيل ابدا، حتى مهما كان العلاقة حاصل فيها ايه. الكلام ده صح على فكرة، الكلام ده طبعا صح. هنا برضو كارت جميل جدا، كروت حلوة قوي اللي نازلة في المجموعة الأولى الحقيقة. البالانس أو التوازن، وهو الكارت ده طبعا هو كارت برج الأسد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك take everyone's input into consideration. طيب يعني مش عارفة أقولها لك ازاي. ما تجيش يعني ما تقللش اهمية حد انت عارف ان هو ليه اهمية في حياتك، او انت عارف ان هو مهم، شخص مهم، سواء بقى قريب، صديق، زميل، يعني حط كل الناس في الحسبان. طيب merge few point to create a better solution. طيب اهو في هنا بقى في مشكلة مرتبطة مثلا بعلاقة، ماشي، مش لازم انا اكون صح، مش لازم الشخص يكون صح. غلط يعني، ممكن انا والشخص نكون صح، بس كل واحد فينا عنده ايه بالظبط، عنده طريقة تفكيره.
حاول انك تكون متهاود في قراراتك وردود افعالك على قد ما تقدر. طيب and take your time، خد وقتك كله في الشيء اللي انت عاوز تعمله. مفيش اي داعي انك تستعجل اي حاجه. كارت جميل جدا، ازاي تكون في بالانس، ازاي تكون في توازن فعلي فعلا، لان البالانس هو القوه، او التوازن فعلا هو مصدر السترينث او القوه. الكوميونيكيشن، في حوار جاي قريب هنا ما بينك انت وحد، ويلا بينا كده ناخد لهذا الحد كارتين كده ونشوف. اوكي، اول كارتين لهذا الشخص النهارده طبعا باول حرف اسمه. طيب هنا هذا الشخص بيقولك ان هو في حاجه انه يتشافى دلوقتي، وانا حاسه الحقيقه من اول الكروت كده حتى في طاقتك انت انه فعلا في الطاقه ديت في تشافي لهذه العلاقه، في حاجه بتحصل ليها علاقه، يعني الاتموسفير، الاجواء كلها بتاعت العلاقه ديت فيها تشافي. واعتقد دوت ممكن يبقى ليه علاقه بنوع من انواع الصمت اللي مش مفاجئ اللي موجود دلوقتي داخل العلاقه بينك انت وهذا الشخص. طيب تعالوا كده، ماشي. هنا بيقول لك unblock me، هنا هذا الشخص بيقول لك فك البلوك. معرفش بقى هو ايه، هل هو البلوك دوت بلوك طاقي مثلا ولا ايه، لان الكارت ده يا جماعه بقاله كتير بينزل، بقاله كتير بيتكرر هنا. هنا بيقول لك it's time for him to heal. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعرف تاخد هذا الشخص طريقة افكاره يعني ليك، نعنى بنتكل مشاعره ليك ايه دلوقتي. كوين اوف كاب، حلوة الطاقة اللي نازلاله ليك، حلوة قوي. طيب غريبة قوي، مش عارفة ليه حاسة ان انا قدامي حد هنا كأنه بيقول لي هو بتاعي، هو من حقي، هو ليا. انا حاسه، انا شايفه كده، انا حاسه شايفه حد هنا بيقول كده، حاسه انا شايفه حد بيقول لك انت ليا، انت بتاعي. او بطريقه تانية حد وكأنه بيقول لك انت ليا. معرفش هو بنزول الحقيقه الكارتين دول بالذات اللي هما الكوين اوف كاب والناين اوف بنتكلز، اشعر كده وكأن دي طريقة هو شايفك بيها دلوقتي، دي طريقة هو شايفك بيها دلوقتي، او دي طريقة هو ممكن يكون الطريقة اللي هو حاسس بيك بيها. شايف حب، شايف شخص قوي قوي قدامه، شايف شخص هو منجذب ليه جدا. اشعر كأن ممكن يبقى فيه اتراكشن زيادة في الطاقة ديت، يعني ممكن يبقى الطاقة ديت فيها انجذاب زيادة من هذا الشخص بيك في الطاقة دي. تعالوا كده، ماشي اوكي. كوين اوف كاب، الفايف كاب، يعني ناين اوف بنتكل، كوين اوف كاب، فايف اوف كاب. اوكي، السكس اوف وند، الايت اوف كاب. عايز يشغل نفسه عنك، مش عارف يشغل نفسه، هو في ايه والشخص دوت ايه اللي بيحصل بالظبط. ليه؟ لاني مش عارفه، حاسه شخص في وقت قريب ما بينك او ما بينه كان في مثلا حوار، انت شفت ان الحوار ده بارد جدا، انت شفت ان ما ينفعش ان يبقى في حوار بالشكل ده بالذات بينك انت وبين هذا الشخص. الحوار دوت رجعك لورا شويه، رجعك لوقت انتوا الاتنين كنتوا فيه
كويسين، وفجأة واحدة لقيت ان هو بيقلل مكالماته ليك، او بيقلل تواصله بيك، او كأنه انشغل بحاجة تانية عنك. فهنا لعب في دماغك بعض الشكوك، صح؟ هنا هذا الشخص بيبص على الشكوك اللي كانت وياك في الوقت اللي هو كان بعيد فيه، او في الوقت اللي هو كان بيبعد فيه فعلا، وشعر في اللحظة ديت انه ابتعاده ما كانش ابتعاده واهماله ما كانش ضعف ليك على قد ما هو قواك هنا في السكسفون. ليه؟ لان هو جايبك هنا في السكسفونز بعديها الايت اوف كابس، وكأنه بيقول انت قويت، لان السكسفونز هو الشخص واثق من نفسه، شخص عارف هو ماشي فين وازاي. واعتقد الكارت دوت في كل طارود بيبين لك ازاي ان السكسفونز الشخص بيمشي او بيبعد، بس هو عارف هو بيبعد او بيمشي ليه، عارف طريقه، عارف هو رايح فين. الايت اوف كاب بقى عباره عن انا هديك ظهري لانك اديتني ظهرك، ده انت، دي طريقه كلامك. طيب الشخص ده يعرف عنك حاجه، يعرف عنك انك stubborn عنيد، او يعرف عنك انك مش من النوع اللي بيدي فرص كتير للاشخاص اللي وياه، او يعرف عنك بانك في تعاملك وتعاملاتك بتحب العدل جدا، ما بتحبش انك لا انت تستهتر بحد داخل علاقة وياك ولا هو يستهتر بيك، يعني وكأنك بتقوله يا اما نمشي انا وانت على الصراط المستقيم في العلاقة ديت وفي حياتنا عموما، يا اما كل واحد يروح لحاله. فانت هنا عملت بوينت، او عملت، بص، اظهرت المنطق اللي انت ماشي بيه في حياتك لهذا الشخص. بس اللي انا ما تعرفوش ان انت اظهرت المنطق ده لشخص، مش هقول لك شخص بيحب اللعب او متلاعب بيك، او لا، شخص اصلا دخل وياك العلاقة عاوز يعيش حياته. يعني ايه؟ يعني عايز يعني هو دخل معاك العلاقة عاوز يروق على نفسه، بس مش عاوز التزام، مش عاوز آه الا انه يستمتع بيك ويستمتع بالعلاقة. مش عارفة ليه انت دي كانت غايبة عنك في وقت من الاوقات، او ممكن تكون انتوا الاتنين لما دخلتوا العلاقة مع بعض حسيت بدوت، شفتوه حسيته، بس بعد كده قلت خلاص حبينا بعض، قلت خلاص العلاقة هتتطور. معرفش هل انت قلت كده ولا قلت انا ممكن اعمل منه الشخص كويس يليق بيا ويليق بالمكان اللي انا فيه. انا حاسة ان انت هنا ممكن تكون افضل منه ماديا او اجتماعيا، او على الاقل افضل منه اخلاقيا، يعني دي اقل شيء، يعني معناها اكبر شيء، بس بالنسبة لينا كمجتمع كناس، يعني كبشر. دلوقتي البشر بقوا يبصوا للاخلاق اخر حاجه، قبليها يبصوا للفلوس، يبصوا للجاه، يبصوا وطبعا مش هنتكلم في مش هنتفلسف يعني، لكن هي الحكايه كده. انت حسيت انك ممكن تعمل منه حاجه. الشخص دوت من النوع اللي بيحط محكمه لنفسه، بيحاكم نفسه، يحب يحاكم نفسه قوي. ليه؟ لان انا دلوقتي شايفاه في الفايف اوف كابس، هي قد ايه زعلان قوي انك ما وقعتش، انك ما ضعفتش لدرجه انك وقعت بعد ما هو ادى ظهره، او بعد ما هو بدا يسحب نفسه شويه بشويه، وحاسس بانك زعلان، موجوع، ضعيف. بس مش حكايه بقى ان انت مش عايز تظهر ده، لكن حكايه انك انا هعمل ايه؟ مفيش حاجه بايدي. ربنا متحكم فيا، ربنا متحكم في القدر، ربنا متحكم فيك، ربنا متحكم في حياتنا. لو انا ليا نصيب ولو في لحظه وياك تاني هشوفها. اعتقد انت وصلت للكونكلوجن ده، ووصلت للمنطق ده بصورة غريبة، كأنك شيخ عنده 90 سنة. الشخص ده هقول لك بالظبط الصورة. شفت الصورة اللي انا وصفتها لك دلوقتي؟ طيب دي الصورة، شايف؟ وانا لسه بقول لك الصورة، الاتزان هنا موجود. طيب الصورة دي هي صورة اتزان، نوع من انواع الاتزان في طاقتك، ماشي؟ مش حكاية انك بس مسلم بالامر الواقع، لا، ده انت مدي حالك كله لربنا. يعني انت بتقول لربنا يا رب انا مديك حالي كله، نفسي كلها، جسمي، روحي، قلبي، انت تصرف زي ما انت عاوز، سواء في العلاقة ديت او في اي حاجة في حياتك. ان انا هنا شايفة ربما عندك برضو بعض المشاكل مع الاهل او حاجة، انت هنا طالب عدل في حاجات كتيرة، بس انا ما حبيتش اتطرق لده يعني. طيب خلينا بقى في الحوار الاساسي هنا الفايف اوف كابس ديت. الشخص دوت، عارفين الشخص اللي بيجلد نفسه طول الوقت، اللي هو اكيد هيلاقي 1000 ده ممكن يبقى كمان رقم صغير عليه في الاشخاص اللي هو ممكن يتعرف عليها وممكن يقابلها.
وكأنه مثلا يعني مثلا لو الشخص ده عنده تاروت بيفتحه عشان يعرف انت بتروح فين في حياتك، لو الشخص ده بيتفرج على تاروت هتبص تلاقيه برضو عاوز يعرف انت رحت فين في حياتك. ولما يجي يسمع مثلا انك لسه ما لقيتش حد مناسب او ما معكش حد افضل منه، يبقى فرحان جدا وكأنك اليوم دوت قلت له انا بحبك 1000 مرة. فانا هنا قدامي شخص بيجلد نفسه بالشكل ده الشكل اللي هو بيجلد نفسه بيه. ما ينفعش طبعا بني ادم يعمل كده في نفسه، لان كده هو بيهمد من عزيمة نفسه. لكن اعتبارا لكل شيء، الله اعلم ليه الشخص ده بيخش العلاقة مش عاوز يلتزم. لو هو رجل برج الميزان مثلا، لو هو رجل برج، يعني خلينا هقولها لك كده، لو هو رجل برج الاسد او رجل برج الميزان بالزيت يعني الاتنين دول، وهزود عليهم رجل برج الدلو مثلا مع رجل برج الجوزاء مثلا، يعني زائد رجل برج القوس، ده اقل اعتبار يعني. الالتزام بالنسبه له مصيبه. السعاده كلها في اللحظه اللي هيبقى فيها انبساط. يعني هذا الشخص متعود طول حياته على دقيقه او لحظه سعاده، اللي هي بيقولها لك بالانجليزي، مش عارفه والله نسيتها حتى. طيب even if a second of joy، يعني لو لحظه استمتاع هو بيجري وراها، ومعتبر ان دي شطاره، معتبر ان هو بالشكل ده كان شاطر طول الوقت. بس مش هو برضو ده الكونسبت او الطريقه اللي هو عاوز يعيش بيها حياته. وهو ده السبب اللي هو هنا نازل لك في الفايف كابس، لانه هذا الشخص بالطريقه ديت هو مش بس بيلوم نفسه، مش بس بيقول انا ليه عملت كده، او هو انا ليه عايش حياتي بالشكل ده. لا، هنا الشخص ده ممكن يكون جاي بتاريخ كل علاقاته فيك انت، وفي اللي بيحصل بينك انت وهو دلوقتي. في حب، في حب كبير من هذا الشخص ليك. وخليني اقول لك معظم مخاوف هذا الشخص دلوقتي على الطريقه اللي انت بدات تكبر بيها عليه. وتكبر بيها عليه ديت مش كلمه فيها اي حاجه غلط، انت ما كبرتش عليه، مش بتتكبر عليه، لا لا لا، انت كبرت على الموقف داخليا من جواك. لما شبهتك بشيخ عنده 90 سنه، انت من جواك كبرت على الموقف دوت، وكأنك ابتديت يبقى عندك تطلع انك تشوف نفسك بتكبر وشعرك بيبيض مع جوزك ومع اولادك، وبتكبري اولادك. ده بقى فيجن، ده بقى اللي في دماغك. لو انت مثلا هتبقى عاوز تاخد بالك من مثلا من باباك ومن مامتك، وتشوفهم مبسوطين وهم بيكبروا، وجنبك الست اللي انت اخترتها لنفسك وليهم برضو علشان تسعدك، وهكذا. يعني خلاص التفكير ما بقاش تفكير شخص طاير في الهواء. واعتقد انت كده ممكن تكون من وانت صغير كنت بدأت تفكر في الحاجات ديت من سن صغير قوي، يعني ممكن من وانت 18 او 19 سنة يعني. مش زي هو، لا، هنا في شخص كبير قوي في تفكيره، وكبير قوي في طريقة تفكيره، وشخص مش هقولك شايف الدنيا ببساطة، بالعكس انت اللي شايف الدنيا ببساطة. هو شايف الدنيا انه مش عارف ياخد منها سعادة، فبياخدها من اللحظة اللي بيشوفها قدامه، بيحاول يجذبها، بيحاول يسرقها. مش يجذبها، لا، يسرقها. طيب تعالوا كده، الايس اوف بنتكل حتما بداية جديدة جدا، الفور اوف بنتكل، التين اوف كاب. اوكي، انا هنا حاسه في عارفين انتوا لما بيقول لك مش عارف والله الكلمه بتتقال بيماين ولا بيماين حاجه كده. طيب اشعر هنا وكأن انت وهو بتوصلوا لحل في حاجه، ماشي، وحساك انك بتبدأ تاخد الدنيا بالراحه وياه، مش على امل ان هو يتعدل او يتغير، لا، على امل ان انت ما تتغيرش ناحيته، على امل ان انت ما تلاقيش نفسك بتتحول عليه. ده اللي انا شايفاه جواك دلوقتي، وكأنك بتقولي انا بتمنى ان انا نفسي ما اتحولش عليه تاني. فهنا انت فاتح قلبك قوي لبدايه جديده فيها 3 اوف كابس. فاشعر هنا بتفاهم في حته، انا عارف، انا متاكد ان الشخص ده بيحبني، ده انت، ده لسان حالك على فكره. لكن العلاقه تروح فين ما تروحش فين، انا مش هوقف نفسي، ومش هوقف حالي، ومش هوقف حال حياتي على شخص لسه ما قررش هو عاوز ايه، عاوز يروح فين، او يجي منين. اعتقد ده بالظبط اللي انت بتقولهولي هنا. بخلاف بقى هو بقى والطريقه اللي بيجلد بيها نفسه هنا، المفروض ان هو يعمل اعتبار لدوت، والمفروض ان هو يطلع من الطاقه ديت، لانها هتتعبه، هتاثر عليه، على حياته، مش عليه هو لوحده يعني. طيب تعالوا كده هناخد كام كارت، او هاخد لك كارت من القمر اولا، وبعد كده هاخد لهذا الشخص كام كارت.
اول كارت ليك من الملائكه، الله سوري اخر كارت ليك من الملائكه المجموعه الاولى. A new start is coming. النيو مون، في بدايه جديده جايه، في بدايه جديده جايه لك. واعتقد هي ممكن تكون بدايه جديده ليك مع هذا الشخص، ممكن تكون بدايه جديده ليك في حاجه تانية. ممكن الحاجات التانية دي ما يكونش ليها علاقه ب اي حد، انت بس، انت كانديفيدوال، انت كشخص يعني. طيب تعالوا كده. القمر الجديد في برج العقرب، كل سنه طبعا والعقارب طيبين. القمر الجديد في برج العقرب يوم 1 و2 صح؟ نوفمبر ان شاء الله. يلا كده من هذا الشخص. I want to tell you how I feel. طيب هنا بيقولك انه حابب يقولك هو حاسس بايه. تعالى كده اخد لك كارت تاني. هو حاسس بحاجات كتيرة، في منها زعل، في منها عتاب ليك لنفسه، حاجات كتيرة قوي. طيب وهنا بيقولك انه بيحس يعني بيشوفك في المزيكا مثلا اللي هو بيسمعها او حاجة زي كده. هنا جاز لايت نيو. طيب هنا بيقول لك جاز لايت نيو. جاز لايت هو الشخص اللي يقول لك مثلا، اللي انت مثلا تقول له هو انت كلمت الشخص الفلاني، او يقول لك انت اتجننت ولا ايه، انا ولا انت اللي رحت كلمت شخص هكذا. ده الجاز لايت. طيب تعالوا كده. جوستد. طيب هنا بقى بيتكلم على الجوستد. الجوستد هو الشخص اللي بيعمل نفسه مشغول، بيعمل نفسه مش هنا علشان يحرك اكيد في حاجات معينة. طبعا بشكر جدا المجموعة الاولى، واشوفكم بكرة باذن الله. يلا بينا كده المجموعة التانية. المجموعة التانية أول حرف اسم هذا الشخص. عايزة أعرف طاقته وطريقة تفكيره ليك دلوقتي ومشاعره دلوقتي بالحجر اللبني. يلا كده أولا هاخد لك أنت كروت طاقتك عشان نعرف إيه شكل طاقتك كده. سيفن اوف كاب، حيرة، حيران، وحاسة ان من اول كارت الحيرة ديت انا همشي امتى، انا عايز امشي، انا تعبت، في طريق ده، طب والطريق ده، طب والطريق ده، طب هو هنا في الطريق ده، لا انا هسيب الطريق اللي هو فيه وهمشي من طريق تاني. في حيرة كبيرة قوي ليها علاقة ب اوكي. طيب في حيرة كبيرة قوي ليها علاقة بهذا الشخص وبالعلاقة وياه. تمام مبدئيا كده. اوكي تعالوا كده نشوف. الهاي بريست. انت عايز تكبر دماغك ومش عارف، انت عاوز تقلب الترابيزه ومش مش عارف 100%. بس انت في حاجه بتعملها انا معرفش ايه هي، ممكن تعمل مشكله في العلاقه ديت، فانا بحذرك من دلوقتي. انا معرفش ايه الحاجه ديت. ناوي تغيظه بشكل معين، ناوي توريه حاجه مش حقيقيه، ناوي يعني ناوي يعني تقول له مثلا ان انت موف اون، حاجه زي كده بطريقه غلسه، بطريقه هتضايقه. ده ناويه انت ولا اتعمل بالفعل؟ حتى لو عملته نصيحة تانية بلاش تعمله مرة تانية يعني. لان انا هنا حاسة ان في تنشن، والتنشن هو كده كل حد فيكم عامل كده يعني. فانت هنا عايز ترجع لنفسك قوي،
كأنك بتقول بص هقولك حاجة غريبة شوية، انت في طاقتك دلوقتي بتقول افضل حل ان انا ابعد، صح؟ مش ده اللي انت بتقوله؟ ده افضل حل، وانا روحي هتبقى مبسوطة وطايرة وفرحانة جدا ان انا همشي، ده اللي المفروض اعمله ان انا امشي. ماشي، بس انت في نفس الوقت عارف ان هو ده اللي انت المفروض تعمله، على الاقل في الوقت ده في الطاقة ديت، عارف ان ده اللي المفروض انت تعمله، ان انت تمشي وان انت تمشي، مش ان انت تمشي من قدامه. ما هو انتوا الاتنين شكل كده كل واحد فيكم في حتة يعني، واضح يعني بالحيرة ديت. الله اعظم. حلو كده. السكس اوف بانك في كلام، في كوميونيكيشن، في حوار، كوميونيكيشن في الكوليكتيف، صح؟ طاقة جماعية فيها حوار، فيها حوار كبير، صح؟ ماشي. البيج اوف سورت بعد السكس اوف بنتكل والفور اوف وان. اوكي. تري سورت جنبك كوين اوف كاب، انت زعلان. كأن بتقول لي كأنك يعني بتقول لي لا لا، الشخص دوت مش عايز ينصفني في العلاقة ديت، الشخص ده مش عايز ينصف العلاقة ديت. كأنك بتقول لي هو سبب في حاجات كتيرة قوي، ومش عاوز حتى انه يعترف ان هو سبب في كذا او كذا او كذا. كأنه سايب الحمل عليا كله. ما عندوش اي سنس او منطق لتحمل المسؤولية. كأنك بتقولي كده، كأنك بتقولي انا محتاج فعلا استشفاء كبير من هذا الشخص ومن هذه العلاقة، انا تعبت جدا. بس انت لسه ما قررتش 100% انت عاوز تمشي ولا لا، وهي دي المشكلة. يعني انت كل حاجة جاهزة قدامك انك تبعد، صح؟ ماشي، بس ما بعدتش، لسه ما بعدتش. وكأنك بتقول لي انا لسه ما بعدتش لان انا حاسس بان هو ممكن يجي منه حاجة، او بص هنا. ماشي، عايزة بس اشوف الكروت دي مهم. اوكي، اللافر جنب الكينج اوف بنت. ماشي. اقول لك الحقيقة، انت بتقول انا عايز ابعد، حد يقول لي ازاي؟ لا، مش كده. لو عايز تبعد هتبعد. انت كأنك مش بالانس، ما عندكش توازن لسه. ممكن يكون ما عندكش توازن في حياتك عموما، في حاجات كتير قوي بتحصل في حياتك، فمش قادر توصل لحتة البالانس او لحتة التوازن 100%. فده مأثر على العلاقة، او حتى مأثر على الطريقة اللي انت عاوز تمشي بيها، لان انت عارف ان البيست شويس او افضل اختيار ليك دلوقتي هو انك تمشي، ومع ذلك انت موجود مستني. ف ده ايه؟ ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر indecision، indecisive، مش عارف تاخد قرار. انت برج ايه؟ انت يا برج هوائي يا ناري، صح؟ يا اما في element كتيرة عندك كده يعني. مش عارف تاخد قرار. يا اما انت ممكن تكون برج العذراء مثلا، بس مش عاوز تاخد قرار، مش عارف، لان برج العذراء هيعرف ياخد القرار. برج العذراء ما ينفعش يبقى indecisive برج العذراء. لكن انت مش عارف تاخد قرار لسه، زعلان قوي كمان، وكأنك حطه على جنب كده وتقول انا هحطه على جنب وامشي اشوف حياتي. لا، ما هو حاجه من الاتنين، مفيش حاجه اسمها هحطه على جنب. في حاجه اسمها انا هصارح هذا الشخص انه لو العلاقه كذا يبقى كذا، لو مش كذا يبقى كذا. شكلك حاولت وما عرفتش، يعني شكلك حاولت انك تشوف وياه اوبشنات، تشوف وياه العلاقه ممكن تروح فين، تمشي ازاي، ما عرفتش. للعلم مش انت لوحدك، احنا كبني ادم كده، وبناخد وقت، ماشي، على بال ما بنقرر الشيء او بنبقى عاوزين ناخد قرار. هل انت برج الحوت؟ طيب. عقرب. انا مش عارفه، انا حساك
آم، كأنك بتواجه شخص آم، مش عامل اي مجال لحوار، مش عامل اي مجال لحوار. كأنك ماسك العلاقة دي لوحدك، كأنك انت الناظر والمدير مش عارفه اقولها لك ازاي. بس انت محتاج هذا الشخص وياك. هو فين؟ انا مش شايفاه، مش شايفاه في طاقتك خالص. في زعل هنا، في كلام اتقال، او انت عملت حاجه رديت عليه بحاجه، معرفش. تعالوا كده بس ايه، عايزه ادخل على طول على تحليل طاقته وكده. بس ايه، خلوني الاول اخد لك كام كارت كده ليك انت مبدئيا كده. blessings. طيب blessings، انت في هنا، انت عارف الحقيقه. عارف انت المفروض تعمل ايه. بس دي اكتر حاجه انا اقدر اقولها لك في طاقتك. بس ما بتعملش اللي انت المفروض تعمله، او ممكن تكون بتعمله بس مش بتحاول قوي. حاجه من الاتنين. ما بص اقول لكم حاجه، هنا المفروض يبقى في هونستي. انا المفروض ان انا المفروض من خلال الطاروت بقدر افتح عينيكم على شيء او على شيئين. ما بتخشوش تتفرجوا على القرايات ديت متعه وبس، لا لا. اكيد انا لازم اعلمكم حاجه، او اكيد انا لازم اقول لكم حاجه تفيدكم، صح ولا لا؟ blessings، في رزق كبير جايلك. طيب تعالوا كده. اوكي، في تحدي هنا في العلاقه ديت. انا يعني مش بس الكارت اللي قال كده، لكن في حاجه ليها علاقه بهذا الشخص وبهذه العلاقه. حاجه انت مش عارف ت... مش عارف. لا مش الله، ايه بقى ده؟ كروت دي كتير، بس خليني اقول لك الجاستس هو الاهم. طيب الجاستس، وكانك بتقول لي انا بحب الشخص ده بس مش شايف عدل معاه، اعمل ايه؟ حد يدلني. آه مش عارفه ليه حسيت ما بين يوم وليله كده، حسيت بحاجه غريبه اتجاه الشخص ده. يعني ممكن مثلا انتوا بقالكم مع بعض كام سنه او كام شهر او سنه. من كام شهر بس بدات تحس بحب كبير قوي اتجاه الشخص دوت، وبدات تحس انك مش عايز تسيبه. مش هيبقى مش قادر تسيبه، لا مش عاوز تسيبه. دلوقتي انت حاسس انك مش قادر تسيبه بس انت قادر. الموضوع موضوع بروسس، وقت، هياخد وقت. مش بقولك انك تسيبه، لكن بقولك انك ما تبقاش متعلق. هنا في كايندا نوعا ما تعلق لبعض منكم ليس لجميعكم يعني. انت هنا بتحاول تتعلم شيء من العلاقه دي بس مش عارف ليه؟ لان قلت لك ما عندكش اتزان. الاتزان جاي، ما تخافش. هنا ده اللي انا عايزه اوصل له. كارت الجاستس هنا، كارت العدل هنا، بيقول لك you will win in the end. يعني ايه will win in the end؟ يعني انت اللي هتكسب في النهايه، ما تقلقش، اصبر. لو نعرف ان الصبر دوت بيحرك جبال. الله العظيم اقسم بالله، الصبر ده هو مفتاح الفرج فعلا. هنا الجاستس بتقول لك كده، اصبر، هتكسب في النهايه، هتفوز في النهايه، اصبر. النهايه اللي هي امتى؟ اللي هي بعد اسبوع، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنه، صح؟ طيب بيقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك take the time to review the details carefully. طب خد وقتك علشان تشوف الديتيلز، التفاصيل، ماشي، بطريقه فيها دراسه، ماشي. بيقول لك you will win in the end، انت هتكسب في النهايه. fair and objective decisions، انت هتاخد قرارات عادله جدا لنفسك بقى، للعلاقه، ايا كان. المهم انك دلوقتي عارف الصح بس لسه ما نفذتوش، هتنفذه، ما تخافش. يلا بينا كده ناخد لهذا الشخص كارتين، لاني متشوقه جدا لطاقه هذا الشخص. حاساه زعلان منك او حاجه، حاسه ان انت ممكن تكون عملت حاجه ضايقته قوي او حاجه. يعني تعالوا كده.
كارتين كارتين صح. I wish things could be different. هنا بيقول لك كان يتمنى هذا الشخص ان الدنيا تكون مختلفة عما هي عليه دلوقتي، وهنا بيقول لك انه يعني نسي نفسه لبعض الوقت. طيب يلا كده هناخد له من هنا. هنا بيقول لك انه يشعر بتوهان، يشعر بانه ضايع من نفسه. مش عارف يقول ايه ولا يعمل ايه تاني. هو يشعر بانه ضايع، يشعر بانه ضايع، وهو ده السبب اللي مخليه عايش حالة صمت دلوقتي. تعالوا كده ناخد له كارت كمان قبل ما نبدأ اهو. نزل لوحده ماشي. هنا بيقول لك الوايلد سايد، الجانب الجامح. ايا كان بقى ايه هو الجانب الجامح من وجهة نظره. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان الجانب الجامح ممكن يبقى مش عارفه اقولها لك ازاي. لو انت ما خدتوش بالحضن قبل كده عاوز ياخدك بالحضن، ده معنى الجانب الجامح. الاشياء اللي هو المخفيه فيك، الاشياء اللي هو ما يعرفهاش، الحاجات اللي هو ما اختبرهاش، وعلى فكره ممكن برضه يكون اختبرها بس عاوزها تاني، ده الجانب الجامح. تعالوا كده نبدا بقى. بيج اوف بنتكل برضه في الكوليكتيف، في بيج اوف بنتكل يعني في الطاقات الجماعيه فيها في القرايات يعني بقى لها فتره البيج اوف بنتكل بينزل كتير. اذا بيج اوف بنتكلز هو التريث قبل اخذ الخطوه. عارفين ان الشخص كده يقعد كده يكون كده بالراحه كده اهوت، وبعد كده يقوم يعمل الخطوه ويعمل الشيء. تعالوا كده الكروت بتنزل لوحدها النهارده. الورلد بعد البيج اوف سور في حد هيعمل لك خطوه، واعتقد ان هي خطوه بناء على الجانب الجامح، يعني هتكون عمليه جدا، هتكون براكتيكال، مش هيبقى فيها عواطف. فخد بالك من دوت، لان هنا انا شايف شخص اتحول عليك شويه في الطاقه. بالفعل في افكار في دماغه، في حاجات مضايقاه، حاجات مضايقاه بجد. مش بص جنبه ايه، هو في الامبرور وجنبه الناين اوف سورد. وبعديه الديفل. لا لا لا، هنا في شخص بيتحول، والتحول بتاعه مش عاجبني، لان التحول بتاعه في كده نزعه كده ايجو شيطانيه يعني. وهنا الامبريس جنب السكس اوف وان، الامبريس عايز تمشي ماشي. وبعد الامبريس الكينج اوف بنتكل، مش طاقه حلوه ابدا هي تتحط جنب الامبريس. هو في كينج اوف بنتكلز وانت في الامبريس، ده معناه ان هذا الشخص متضايق منك لدرجه انه قفل قلبه قوي، حط رمله وطوب وزلط واسمنت على قلبه. ده معناه ان هو دوت نوع من انواع الديستورتد لاف. يعني ايه ديستورتد لاف؟ الديستورتد لاف انا شرحته قبل كده، وهو نوع من انواع الحب المخفي، اللي انت تقول مثلا ياه ده الشخص ده عمل وعمل وعمل معاه لدرجه انه انا ما بقتش احس بحب ناحيته. لا، الحب موجود، لان الحب دوت بروسس مش هينتهي في يوم وليله. الحب موجود وهيفضل موجود في القلب الى ان يحصل ريبليسمنت، يعني حد غيره يجي حياتك ويقنعك انك تحبه. ده الحب صح، احنا عارفينه كده يعني، بالذات حب في العلاقات العاطفيه يعني. علشان في حب ما ينفعش تبديله، يعني حب الام، الاب، الاخت، الاخ، الابن، الابنه، هكذا يعني. فهنا انت بتتعامل بمنتهى الحب والشغف، وهو بيتعامل بمنتهى العمليه، وكانه بيقول لك انت عملت معايا كذا، وللسبب دوت انا قفلت قلبي ناحيتك، ودلوقتي هتصرف بالشكل الفلاني. ده طبعا مش عاجبني. ليه؟ لان هنا هو كان جميل قوي في الامبرور، وكان واخد مركز قوه في العلاقه ديت، وكنت بتشوفه بشكل حلو. لكن الطاقه اللي معايا دلوقتي اللي هي الناين اوف سورد والديفل، في حاجه انت عملتها معرفش، حاجه بالنسبه له واو كده، ايه ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ معرفش انت عملت ايه، يا قلت كلام ما قلتهولوش قبل كده، يا عملت حاجه هو شايف انها مش ممكن انت تعمل كده،
ازاي انت تعمل كده؟ ازاي انت هتبقى عاوز توجع قلبه بالشكل ده؟ حاسه بحاجه كده، حاسه بحاجه كده. آه طيب بمنتهى الصراحه انا شايفه شخص هنا آه مش عارفه اقولها لك ازاي، بس انت هتقولي ده بيحلم. دي حقيقه، في شخص هنا مستنيك تندم على حاجه، وكانه الطريقه اللي هو عاوز يعاقبك بيها ان هو يقفل على قلبه بالشكل دوت ويتعامل معاك بأسوأ. ما يعرفش ان دي هتكون اسهل طريقه ليك انك تهرب، لان هنا انت التعلق هو تعلق بحته حب لسه موجوده بينك انت وهذا الشخص في قلبك. هنا هو اللي هينهي لك هذا التعلق، يعني الموضوع هيبقى سهل قوي بالنسبه لك، بالذات لما انت تكون في الامبرس، هو في الكينج اوف بنتكل معاه الناين اوف سورد والديفل، يعني تحسوه كده بعد يعني حصلت مثلا مشكله بينكم، فجاه واحده عارف انت الشخص اللي يجي يقول انا بحبك بس بكرهك، انت اهم شخص ليا بس عدوي في نفس الوقت، هو كده في الطاقه ديت. هي طبعا طاقه، فالطاقات بتنتهي صح وبتتغير، بيحصل شيفت، لكن هنا مفيش اي شيفت يت، يعني لسه مفيش شيفت بعد، ليس بعد، ولكن اكيد هيجي. خلينا نشوف. انا معرفش انت عملت ايه، بس لو عملت حاجه يتطلب عليها الامر اتاسف، هتقول لي ايه يا مريم اتاسف على ايه؟ ما هو عمل كذا وكذا. هقول لك بقى انا حاجه، الحاجه ديت زي ايه كده، حاجه آه انا كنت هعملها تكنيك او تكتيك وهحطها استراتيجيه في قناه، بس انا هديها لكم النهارده، وهي الاسف. هل تعرف ان كلمه اسف او كلمه انا بعتذر وبعد كده هو تمشي، او يعني تخلي الشخص ده يتخيل انك فعلا بتمشي وفعلا بتدي ظهرك، ده بيصحي حاجات كتيره قوي في الانديفيدوال، بيصحي حاجات كتيره قوي في الشخص. هتقولي ما انا عملت كده قبل كده وما ملناش علاقه، على الاقل انت خلصت ذمتك، نيتك، صح، ضميرك، صح ولا لا؟ اعتبرها بالشكل دوت. طيب اذا فعلا فعلا حاسس ان في حاجه تستاهل اعتذار، واذا طبعا كمان بالذات يعني لو انتوا الاتنين متجوزين وما بينكم اولاد او ايا كان بقى الموقف ايه، عارفين بعض بقالكم سنين وسنين، الله اعلم، ولكن آه مش عجباني طريقته او اسلوبه، واعتقد ان الحل الصح اللي انت ذكرته هنا بس لسه ما عملتوش، وهو انك تبتعد نوعا ما بعض الوقت يعني عنه، لان الطاقه دي مش حلوه. طيب بص هنا الايت اوف سورد والهاي بريست، انت كمان يعني بص هو هنا عداك يعني الانفلونس تاثيره وتاثير طاقته مش حلو، صح؟ طيب فالتاثير ده عمل ايه؟ والله التاثير دوت خلاك انت كمان بتحبط شويه، خلاك انت كمان وكانك مخنوق في العلاقه ديت، كانك داخل سجن كده في العلاقه ديت، فده مضايقك قوي. هتتحرر وهتحرر نفسك من دوت اول ما هتحس بغبائه في اسلوبه في التعامل وياك، او بقسوته اللي هي زياده عن الحد شويه، انت هتلاقي نفسك من نفسك بتبعد. هنا هيكون بدايه استشفاء لحته كده مهمه جدا، وهي التعلق بمنظور الحب، من منطلق الحب، ماشي؟ انت فجاه واحده لقيت نفسك بتديفلوب حب كبير قوي قوي لهذا الشخص، صح؟ ده هيفضل موجود، لكن التعلق بيه واللي هو حته النشوه بتاعته والواو هتبعد، فبالطريقه دي هتقدر تبدا انت تتعامل مع هذا الشخص مره تانية. اكيد فاهمني، اكيد فاهمني، اكيد متابعيني فاهمين انا بقول ايه، صح؟ طيب تعالوا كده الايت اوف كاب اهو، فعلا انت بتختار الشيء اللي انت عايز تعمله. الايت اوف كاب، النايت اوف كاب، والسيفن اوف بنتكل، انت بالظبط بتعمل اللي انت بتقول لي عليه. مريم انا بدي ظهري، انا ممكن اكون مش بدي ظهري بالكامل او مش بدي ظهري فور ايفر او للابد، بس انا بدي ظهري عشان اعلم هذا الشخص درس، هو انه مش هيقدر يدخل لي بمسلك فيه ديفل او ايجو او اسوأ او كره. يعني مش عارفه اقول لك ايه، هقول لك انت عنيد في العلاقه دي جامد، انت شخص خلينا اقول لك مش شاطر في الصبر، لكن بتسامح جامد قوي 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 قوي، زي الابراج الناريه كده في الطريقه اللي بتسامح بيها يعني. مش عارفه اقولها لك ازاي، ولكن مش عارفه ليه عايزه اقول قابلات، ممكن يبقى في قابلات معينه هنا كده يعني. طيب يعني ممكن يبقى في هنا مثلا قدامي عقرب وحوت،
ممكن قدامي عقرب وسرطان، ممكن قدامي دلو وميزان، قوس وميزان، ممكن جوزاء وتور، عذراء وميزان. معرفش، حاسه هنا في قبلات علاقتهم كده، عارفين كده ايه، فيها امتزاج كبير قوي، فصعب قوي ان انت تشوفها في الطاقه ديت، هتزعل صح، هتقول ليه كده، ليه الشكل دوت. طيب تعالوا كده. الله، الكارت ده جميل قوي يا جماعه. هنا بيقول لك بروسبرتي ليز اهيد. ايه البروسبرتي يا جماعه؟ البروسبرتي هي الرزق، مش الرزق من كل جانب، هتلاقيه بيحوطك كده، ودوت القمر الجديد في برج الثور. طيب تعالوا كده هناخد لهذا الشخص كام كارت. طيب هنا بيقول لك I hope that you can forgive me one day. عايزك تسامحه. اذا انت هتبعد او بعدت بالفعل، انت بتوري له ناحيه ما كانتش موجوده فيك قبل كده، يا اما ناحيه صمت تام، يا اما ناحيه اتفرج عليا وانا ببعد عنك بمنتهى القوه. بس ايا كان، صمت او اتفرج عليا وانا ببتعد عنك بمنتهى القوه، الطاقتين دول جامدين صعبين، مش هتعملهم بسهوله، هتبقى بتعملهم بس اي حد هيعرفك، يعني اي حد عارفك هيقول انت ازاي قدر تعمل كده، فده هيبقى بالنسبه له شيء مدهش جدا انت بتعمله. هنا بيقول لك انه بيتمنى انك تسامحه في يوم من الايام. وهنا بيقول لك you come closer than anyone. طيب انت بالنسبه له اقرب حد ليه دلوقتي. تمام. هنا بيقول لك finding myself، يعني بيحاول يلاقي نفسه بقى بأيا كانت الطريقة ايه. تعالوا كده ننزل له كارت كمان او كارتين كمان. طيب وهنا بيقول لك you are special. you are special ديت فيها شخص يعني بيحاول يقول لك انك الشخص اللي هو بيحب يتكلم معاه، الشخص اللي هو بيحب يقول له على همومه، على سعادته، على اي شيء بيحصل وياه. شوف كده طاقته شعره ليه. اللوفر، النايت اوف بنتكل، الهيروفانت، السترينث. هنا عايز ياخد لك خطوه، اعتقد دوت بعد ما انت اظهرت له انك ممكن تمشي، يعني اعتقد بعد ما انت اظهرت له هنا انك حابب تمشي او ممكن تمشي، او اتفرج عليا وانا بمشي، او شوفني كده وانا في طاقه صمت. اعتقد اللحظه ديت بدا هو يفكر في خطوه. بس هي بص بقى، الخطوه اللي هو بدا يفكر فيها ديت، هو بدا يشعر بالحب اللي هو متغلف بقى بالتراب اللي احنا اتكلمنا عليه، والديستورتد لاف. فهنا في اللافرز هو بيحاول فعلا انه ينشط حته الحب دي تاني جواه ناحيتك. هي موجوده ماشي، بس معرفش ايه السر في انه دهشته بالطريقه اللي انت بدات تتعامل بيها، وبالطريقه اللي انت تعاملت بيها وياه، بدات توجهه ناحيه حاجات حلوه حصلت بينكم، فالمشاعر الحلوه بدات تطلع تاني على السطح ليه هو اون سيرفيس. هنا النايت اوف بنتكل جنبيه الهيروفانت والسترينت، الايس اوف بنتكل، التو فانت. زي ما تقول كده الشخص دوت قادر مش عارفه اقولها لك ازاي، قادر يشوف من خلالك، he can see through you، يعني كانه يعني بقى intuitively بيحس بيك كانه بيشوف،
بس هو بيشوف من خلالك انت زي ما انت بتشوف من خلاله، كأن انتوا الاتنين مكشوف عنكم الحجاب اتجاه بعض، فاهمين؟ فهنا هو بدأ يشوف انك، خد بالك قوي، بدأ تحس بسنس او بنوع من انواع القوه عشان تموف اون، او علشان تبدا بدايه جديده. وكل اللي انت محتاجه تنتظر، لان احنا هنا قلنا ايه، انت محتاج الصبر، صح؟ فاي حاجه بقى، سواء عاوز تمشي، سواء عايز تقعد، سواء عاوز ما تبقاش متعلق بس تفضل في العلاقه، ايا كان الشخص ده شايف اللي انت بتعمله دلوقتي. هو دوت اللي مخليه هنا بدأ يبسط خطوته او يقللها، او يحاول يعمل توازن فيها، لانه بدأ يحس انت عاوز تعمل ايه، او بدأ يشوف كده انك ناوي على انك تبدأ بداية جديدة لنفسك. الشخص ده شايف القوة من خلالك، يعني شايف قوتك، مش شايف الضعف اللي انت حاسس بيه ناحيته. وده حلو على فكرة، يعني ده اعتقد انه في مصلحتك انت، يعني ان هو يشوفك قوي، ما يشوفكش ضعيف، ده اكيد يعني. استنوا كده، هو ده مش معايا. تعالوا بقى كده ايه، هاخد له برضو كام كارت تاني. يلا حطيت الكارت هنا. هذا كده ناخد له كارتين قبل ما نقرا. هنا بيقولك انه ندمان ان هو كذب عليك في حاجه. هنا بقى بيقولك نيرفز، في حاجه مضايقاه، وده اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليه، صح؟ طبعا بشكر المجموعه الاولى جدا والمجموعه الثانيه جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.